ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. فيديو جديد ويوم جديد ونهار سعيد عليكم بإذن الله، وربنا يجعل أيامكم كلها خير وبركة وسعادة. ده روتين أول يوم رمضان. ربنا يتقبل منا يا رب صالح الأعمال، وربنا يجعله عليكم شهر كله خير وبركة وتحقيق لدعائكم يا رب العالمين. المهم كده فتحت الشباك كده وهويت الشقة. تمام، ومسكت الانتريه كده ظبطته. كرسي الانتريه ده انا كنت بحطه على جنب شويه لما بكون هنشر يعني. فالمهم ظبطته كده وظبطت الترابيزه، وطبعا تسابيح خدت طمطم من على الترابيزه، ما رضتش بقى تسيبها لي، غير يعني خليتها لي شويه وبعد كده خدتها. ظبطت كده الترابيزه وحطيتها قدام النيش عشان خاطر احنا الفتره دي بقى عشان الشاشه يعني وكده، فبنقعد قدام الشاشه، فبنقعد بقى على الانتريه، فقلنا نوسع كده المكان. ودي فوط كنت جايباها جديده للولاد، اللي هي فوط الأطفال دي اللي هي عليها رسومات. خليت لكل واحد الفوط بتاعته عشان يكون عارفها. فدول كانوا بتوع البنات حاطينهم هنا، فروحت ايه بقى شلته لهم حطيته لهم يعني على السرير بتاعهم. ومسكت كده الانتريه كله نفضته وظبطت الخداديات بتاعته. الكنبه دي احنا ما بنقعدش عليها قوي، الكنبه الصغيره، لكن بنقعد على الكنبه الكبيره. فظبطتها كده اهو. بعد كده دخلت على الركنه، برضو لقيت تسابيح كانت واكله هنا. فايه يعني منقطه حاجات يعني وكده، وفي حاجات واقعه منها. فقلت ايه، امسح كمان الجزء اللي هي وسخته ده اول باول كده عشان يفضل ايه نضيف وما يتبهدلش. وابتديت بقى كده انفض الركنه واحط الفرش بتاعها دوت. بصراحه شكله جميل جدا جدا، والظهر اللي انا عاملاه ده حلو قوي. اللي ما شافش الفيديو يدخل يشوفه عشان خاطر يشوف يعني عملته ازاي ويستفاد برضو من الفكره اللي عملتها. تمام كده ظبطت برضو المفرش اللي على الظهر دوت واللي على الركنه، حطيت كده الكوشنات ايه على جنب. المهم بس حطيتها على الجزء الرمادي عشان خاطر ما يبقاش فيه دوشه قوي. بس هما والله يعني شكلهم حلو جدا مع الركنه لما بحطهم على جنب، لكن لما بوزعهم كده على الركنه بحس ان في زحمه كده ومداريه المفارش. زي ما انتوا شايفين كده شديت المفرش على قد ما اقدر. تمام، عشان المفارش دي عشان بتبقى خفيفة فبتتحرك بسرعة من مكانها. ظبطتها كده اهو. ده كله قبل ما ادخل المطبخ ولا اعمل اي حاجة. ده طبعا كان فطار اول يوم رمضان. لاول مرة يجي عليا اول يوم رمضان ومش عارف اعمل اكل ايه. يعني كنت مترددة جدا ومخي مشتت كده، كمان عشان خاطر البنات بس معايا. فاللي هو ايه مش اللي هو كسلانة شوية يعني اعمل اكل كتير وكده. تمام، ده الاسدال بتاعي اللي انا جبته السنة دي، جبته لونه رمادي. تمام، شايفين شكله حلو ازاي؟ انا بوريهولكوا اهو. في الخيوط اللي هي بتتربط من جوه، انا اول مره اجيب اللي هو بيتربط، رغم ان هو يعني مش طالع السنه دي، بس انا ما كنتش بحبه اللي بيتربط ده. بس ده بصراحه ستايله عجبني وحلو جدا وعجبني قوي بصراحه. فجبت قلت ايه لرمضان. فطلعت وريته لكم واتوضيت وصليت صلاة الظهر. كمان كنت يعني روقت كده كل اللي ورايا وصليت، وبعد كده دخلت على المطبخ، لان انتوا عارفين اللي بيدخل المطبخ ما بيطلعش على طول، ما بيطلعش بالسهل. فقلت لا، اخلص باللي ورايا بره واصلي وادخل على المطبخ على طول. المهم الركن اللي انا كنت عاملاه دوت للمشروبات وللبلح وللحاجات دي بصراحة مكانه جميل جدا. خدت البلح كده اهو. البلح ده يعني بيتفتح بسهولة يعني. فتحته كده وحطيت 6 بلحات. وحطيت عليه اللبن سخن. اهم حاجه يكون اللبن سخن عشان يطر البلح بسرعه. هو البلح اصلا ما كانش ناشف قوي يعني، وده كشك صعيدي بيجي من الصعيد. انا حطيت 3 بس كده وحطيت عليه ميه، وهسيبه لحد ايه ما يلين شويه. طبعا البلح باللبن دوت ما بيتحطش عليه سكر للناس اللي ما تعرفوش يعني. هو البلح بينزل السكر سكره يعني في اللبن. المهم بقى ايه، غطيتهم كده وسبتهم على جنب عشان مفيش حاجه تقع عليهم فيهم يعني. وابتديت اخرج بقى الحاجه بتاعتي، الاكل اللي هيتعمل. زي ما قلت لكم، انا لاول مره يجي عليا اول يوم رمضان ومش عارفه اعمل فطار ايه. انا ايه من بالليل كده قعدت افكر، لقيت عندي كل حاجه المحشي جاهزه. بصوا اللي انا طلعته ده برضو من الفريزر، ده كيس فول للسحور. هتقولي لي مطلعاه من وقت الفطار؟ عشان انا الفول ما بحبش احطه على النار واقعد اغلي فيه كتير لغايه ما يفك. فانا طلعته كده عشان لغايه السحور هيكون فك ويبقى زي الفل.
تمام. فجيت بقى ايه، لقيت عندي ورق عنب لسه هحطه في الفريزر، فقلت ما احطوش بقى في الفريزر بقى اعمله. لقيت عندي خضره، ورق الخلطه وورق المحشي جاهز عندي في الفريزر، فقلت اعمل محشي. جت بسمله هي وسجد يعني الاتنين قالوا لي لا احنا عايزين مكرونه بشاميل، قلت لهم لا احنا لسه عاملينها. قالوا عايزين مكرونه بشاميل، قعدت بقى احايل فيهم نعمل كذا كذا، لا مكرونه بشاميل. فرحت داخله بقى، طبعا انا كان عندي فراخ، فرحت واخده صدر فرخه كده اهو، فرمته في الكبه يعني صدر ونص، فرمته في الكبة وعلى بصل وعصقته زي ما شفتوا معايا كده، وعملت البشاميل وسلقت المكرونة، وقلت خلاص ما زعلهمش، خصوصا كمان بسملة عشان هي بتصوم يعني. فقلت لا عشان اول يوم وكده خلاص اعمل لها اللي هي نفسها فيه. حطيت كده العصاق في النص ومكرونه من تحت ومكرونه من فوق، وطبعا ما ننساش البشاميل اللي تحت في القعر عشان خاطر ايه ما تتحرقش مننا. واهم حاجه في المكرونه تضغطي عليها كده قبل البشاميل لما تحطي طبقه المكرونه التانية، بصراحه بتخليها كده طالعه حلوة يعني وماسكة نفسها. وهنا البضاية ومعلقتين لبن، وربيتهم في بعض وحطيتهم ايه على الوش. تمام. كمان عملت هنا الجلاش. الصينية دي حلوة جدا بصراحة، بفرد عليها اي حاجة. طبعا ده مش كله ورا بعضه لان كله خد وقت، ولفة الجلاش طبعا خدت وقت عقبال ما ايه ما فكت. جبت بقى كده الجلاش، هما ما كانوش قايلين لي بصراحه قوي على الجلاش يعني، هما كانوا عايزين مكرونه. فقلت خلاص احط لهم كده لفه الجلاش دي وعصاج، نعمل تغيير بدل المكرونه بشاميل بس. حطيت كده الجلاش سمنه في النص، قصدي في القعر من تحت، وبعد كده الجلاش كل طبقتين هنحط ايه سمنه. تمام زي ما انتوا شايفين كده. ما تكتريش السمنه قوي قوي يعني عشان ما يبقاش تقيل، كمان عشان الولاد وعشان احنا صايمين وكده. الورقه الجلاش لما تكون كبيره طبقيها، مره تطبقيها من اليمين ومره من الشمال، او مره من قدام ومره من الناحيه التانية من ورا، اللي هو يعني ايه عشان تبقى طالعه مظبوطه. طبعا انا هنا كنت فاكره الجزء ده بيصور وانا بحط العصاج وبحط الطبقه التانية، طلع ان هو الموبايل ما بيصورش، فالموبايل بتاعي تعبان الايام دي فبيعمل معايا الحركه دي كتير قوي. فالمهم ايه بقى، رحت حاطه اخر طبقه كده وقطعته الاول، باجي في الاخر طبعا ما عنديش شوربه، فرحت عامله ايه، جبت كده ميه وعليها توابل، وهحط دلوقتي عليها معلقه سمنه. تمام. وملح وكل حاجتي واغليها، اهم حاجه تكون مغليه. وبعد كده انزل عليها بالجلاش على الجلاش يعني على طول. وهبتدي بقى ايه، اجيبه كده، اميل الصينيه عشان خاطر كل الجوانب تطول السائل اللي انا حطيته ده او الشوربه يعني. ما عندك شوربه تمام حطيها برضو مغليه. وبعد كده جبت بضايه كده، وخلي بالك وانتي بتعمليها بالفرشه يعني ممكن الوش يتبهدل منك شويه، حاولي على قد ما تقدري تظبطي الوش كده بالراحه. تمام. دخلت بقى كده قلت ايه اعمل السيرب بتاع بتاع الكنافه. فحطيت ايه 5 كوبايات ميه، وحطيت 5 كوبايات سكر. طبعا 5 كوبايات سكر بالكوبايه دي يعني الكيلو كله كامل. فحطيتهم بقى كده هو على بعض وحطيتهم على النار. طبعا انا عامله النهارده السيرب دوت او الشربات يعني زياده، عشان خاطر عايزه اخلي عندي يعني يكون جاهز. تمام. حطيته بقى كده وهجيب له دلوقتي عصرة يعني نص ليمونة كده هو هعصرها، وبعد كده هرفعه بقى على النار. بصوا انا كل سنة بسأل جوزي عايز تاكل ايه حلو اول يوم رمضان، يقول لي صينية كنافة. طب كنافة بالايه؟ كنافة بالمكسرات، لازم نفتتح بيها شهر رمضان والله العظيم. وعلى فكرة في ناس كتير كده لازم أول يوم رمضان يفتتحوا بصينية كنافة بالمكسرات، وبعد كده بقى نبتدي بقى نعمل البسبوسة بقى وكنافة بالقشطة وكنافة بالمانجا، لا بس لازم كنافة بالمكسرات أول يوم رمضان. فقلت خلاص تمام. بص الأول كنت بعمل نوعين حلو، تمام، وقول خليه ايه في التلاجة. لقيت ان الحاجات دي يعني لما بتقعد شويه كده في التلاجة يعني مش بتقعد كتير، بس ممكن تقعد لها مثلا 3 ايام ولا حاجه، فبلاقي طعمها يغير وطعمها يبقى مش حلو، انا ما حبيتش يعني كده. وحتى جوزي برضو قال لا ما تعمليش صنفين. فقلت خلاص ممكن اعمل صنفين بس حاجه قليله من ده وحاجه قليله من ده، او اعمل صنف واحد. المهم ايه، كان جبت بقى كده الكنافه، كنت جايباها من قبلها بيوم وحطها في التلاجة مش الفريزر. طلعتها بقى كده قطعتها بقى قطع صغيرة، وفردتها على الصينية دي ورشيت عليها بقى ايه سمنة، واقلب ماشي وافرك بقى كده في بعض وابسها في بعض يعني كده.
وايه اخلي السمنه كده تدخل كلها في بعض. المكان بقى اللي بلاقي فيه سمنه كتير ببتدي بقى كده ايه افركها كده عشان خاطر كلها طول سمنه. الكنافه روحها السمنه. حطيت لها بقى كده في الصينيه برضو من تحت سمنه، حطيت لها كده حبه حلوين عشان خاطر ايه ما تتحرقش وتطلع حمرا. بصوا الكنافه دي عامله زي الشعريه واحنا بنحمرها. الشعريه اللي حطيت لها سمنه قليله تمام هتلاقيها بتتحرق مره واحده كده اهو. فهي دي برضو زي الشعريه كده، فتحط لها كده سمنه حبه حلوين كده من تحت عشان ما تتحرقش وعشان تبقى لونها ذهبي كده. تمام. ومن برضو اهم التكات برضو بتاعه الكنافه ان انت تضغطيها جدا 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 في الصينيه. الجزء الاولاني ده تحطيه وتضغطي عليه جامد جدا، لو عندك حاجه تضغطي بيها تمام، ما عندكيش بايديكي بقى كده واستقوي نفسك كده عليها لغايه ما ايه ما تحسي ان هي مش هتتحرك كده من الصينيه تاني. وابتديت برضو احط لها كده كام معلقه سمنه. تمام. هتقولي سمنه كتيره؟ لا، هي الكنافه زي ما قلت لكم بتحب السمنه. وبعد كده بقى هبتدي احط لها المكسرات. ممكن تعمليها بدل المكسرات دي طبعا هتحطي قشطه، هتحطي كاستر، تحطي كل اللي انتي نفسك فيه تحطيه. تمام. ابتديت بقى كده احط بقى واوزع عشان في اماكن لقيت فيها زبيب كتير قوي. هو انا ولادي ما بيحبوش الزبيب قوي، بس احنا بنحبه فما اقدرش يعني اعملها من غير زبيب. هبتدي بقى احط كده الجزء التاني بقى كده من فوق. تمام. وهبتدي بقى اضغط عليها من فوق اكتر ما ضغطت عليها من الجزء الاولاني. هوزعها بس، ولو لقيت حته كده عاليه او حته مكلكعه هبتدي بقى كده افردها خالص واضغط عليها بقى على قد ما اقدر. شايفين؟ على قد ما اقدر. الحته دي انا لقيتها كده ما عجبتنيش يعني، فابتديت بقى افرط فيها. المهم على قد ما اقدر بقى ضغطت عليها جامد جدا عشان تطلع لك بقى الحته كده ايه القطعه قطعه كده على بعض وما تبقاش مفرولة ولا اي حاجة. انا طبعا قفلت الكاميرا وقعدت اضغط عليها جامد جدا، وبعد كده برضو احط لها سمنة تاني من فوق. وبعد كده اروح بقى ايه مدخلاها الفرن. تمام. وادي بعد ما طلعت انا شغلت عليها الشواية في اخر ثانيتين كده. تمام. وجبت الشربات بقى اهو. طبعا الشربات بقى كنت عاملاه قبلها بشويه وكان بارد. انت عايزه تعمليه تقيل تمام، عايزه تعمليه خفيف تمام. انا عاملاه متوسط. تمام. لو عايزاه تقيل حطي كوبايتين سكر على كوبايه ميه، ده يبقى تقيل قوي بقى. لكن انا حطيت كوبايه سكر على كوبايه ميه. تمام. هبتدي بقى كده اوزع بقى كده مدلوقش دلق كده وخلاص، لا اوزع في كل حته. يعني اوزع كده شويه وكده شويه، وابتدي بقى اميل الصينيه عشان خاطر احس بقى ان الجناب ايه الجناب تيجي فيها بقى كده وتشرب منها، ما تبقاش مفروله وناشفه زي ما انتوا شايفين كده اهو. والاقي ان هي محتاجه تاني هبتدي بقى احط لها بقى تاني كده اهو. شايفين؟ بجد كانت حلوة جدا جدا جدا، كان طعمها جميل وما بتتحركش كده من مكانها اهو. وهتشوفوها بعد ما اقطعها هتشوفوها متماسكة ازاي. ده كله بسبب ما احنا ضغطناها قوي في بعض كده وضغطنا عليها يعني جامد. المهم عايزاكي تشجعيني في القناة آه بلايك واشتراك وشير. الشير تعملوه لكل اصحابكم، واتساب ماسنجر اي موقع يعني انتوا بتحبوه. هقطع دلوقتي برضو معاكم قطعة وهوريها لكم، وقولوا لي بقى رأيكم فيها ايه في الكومنتات. وما تنسوش يلا اللايك على الفيديو تمام عشان تشجعوني اكتر واكتر. بصوا كده بعد ما قطعتها تمام، شايفين؟ ولا فرولت ولا اي حاجة، اهي زي الفل. والسيرب بقى كله حطيته بقى كده ايه اللي فاض يعني حطيته كده في برطمان وهشيله، يعني هحطه على الرخامة مش هحطه في التلاجة، يكون موجود معايا في اي وقت. وممكن برضو اعمل تاني واحط عليه برضو ازود يعني. المهم بقى كده ايه جه بقى وقت الفطار، فجبت الكشك كده إيه عملته كده بالشوكة، وبعد كده خدته غسلته. وبعد كده جبت حطيته يعني هو عليه حبة مية حطيت له ميه من الحنفيه، وحطيت له سكر، هو بيحب السكر الكتير. تمام. والبلح كمان باللبن. جبت برضو حطيته كده جنبه. طبعا البلح بيبقى طري خالص لان اللبن كان سخن. تمام. وجبت برضو كده التمر هندي، وكانت المكرونة والجلاش في الفرن. طلعت المكرونة شايفينها جميلة ازاي كده، وولادي قالوا لي وشها ابيض كنت حمرتيها شوية، هما بيحبوا وش الحاجة احمر. فرحت جيت في الجلاش بقى حمرت كده وشه. بصراحة كان شكله حلو جدا جدا، وكان بقالي كتير ما عملتوش، فكان وحشنا بقى.
هابتدي بقى كده أقطّعه، طبعًا التقطيعة اللي قطّعناها في الأول دي بتروح يعني، بس إحنا بنقطّعها عشان الشوربة تدخل جواه. شايفين أنا كنت عاملاه بالفراخ، بس هو كان حلو أوي. وبعد الفطار بقى تعالوا أورّيكم الأجواء بقى كده. النجمة دي كانت جارتي علّقتها يعني معايا، وده النور بتاعي أنا برّه، وفانوس رمضان، والشارع بقى كُلّه أنوار. وبعد كده بعد ما نوّرت النور اللي برّه دخلت أنوّر النور بتاع الشقة جوّه، هاطفّي النور كُلّه الأبيض بقى، وأقعد بقى كده واستجم على رواقة. الولاد في الشارع كانوا بيفرقعوا بصراحة صواريخ، وكان نِفْسي أوي، أوي أنزل أفرقع معاهم، بس السِن بقى. المهم بقى إيه، أجواء رمضان دي بقى بتبقى جميلة جدًا كده مهما الواحد كبر وما بي ما بيبطّلهاش. تمام، هاطفّي بقى النور كُلّه كده الأبيض، وهاقعد بقى كده على النور بتاع رمضان بس. وكنت بقى خلّصت كده اللي ورايا، وأقعد بقى أتفرّج على إيه، على مسلسل المداح. أنا بقى لي كنت كام سَنة ما باتفرّجش على مسلسلات خالص في رمضان، بس بصراحة تابعت الجزء التاني بس بتاعه بتاع السَنة اللي فاتت، وبعد كده الجزء التالت دوّة. طبعًا بعد ما اتفرّجت على الحلقة دي، قُمت بقى شُفت اللي ورايا، لإن أيامنا في رمضان ما بتخلصش. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.